أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل تعالى المعين فليتوب على كل عبد فكل من هرب مني له بالله فإني صبرت منه بطول البلاد فكل من هرب مني له بالله فإني صبرت منه بطول البلاد لأني مانيت خير تسليم فلا نفخر بخير الإسلام يكن من ليس له توبته يكن له الخسران والكروبة وتوبته من ليس له معنى وتوبته ندامة والخسران وكل من معنا في توبتي فخصمته مباشرة بربي ببركة خالدنا حامدنا للهدى إلى خالقنا ربنا عافينا خافرنا خابلنا وكل من دخل خاطر بنا أمان من تيخنا بنا نافعة خسران من كفر بنا خادرة أمرتكم سبل رشادي تابها وفيره الخافية يغفر له من آخرته بالواسخة جناته عالية خادرة كما له رشاد المتقيم برحمة الخالق العظيم لله الملك والهدى مخرج العبد بالكرم عبد ربنا والباري لأنه يميت ويحيي بخبركم يفعل ما يشاء لملكه يفعل ما يشاء دعوتكم أيها البرايا لله ورسوله في البرايا كتبته من الحجر ومسس لمن به تحب هذه نفسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل تعالى نوره ومن كفر به في سمحة فله نار ومن رآه ثم كفر به فله نارين يا أيها القوم فاعلموا إن كفرتموني ولم تؤمنوا بي فلكم النار بعد حسابكم في الدنيا ودخل النار غدا يا أيها القوم فاعلموا أن كفركم وإباءكم لم تجب ترك الله ما خدر في رسوله وأما شرككم وإباءكم ونفاعكم وخسدكم لا يأتيكم سوى الشر والمصيبة والحساب في الدنيا وفي آخرتكم دخل النار وإني محمد رسول الله إن لم تحبوني إني محمد عبد الله اليقين المبارك المهدي إني محمد رسول الله وإني خاتم النبيين وإمام المرسلين وهذا لم يكن في كيدي ولا إدعائي وإني ما خلقت نفسي ولا جعلت نفسي ما قلت لكم ولا هم يفعلون ذلك الأمر ولا لكم يكيدون بها ولكني وأنتم سواء بها يا أيها قوم فاعلموا أن هذه الحال ليس بكيد أحد ولكن فعل الفاعل كما شاء والله خلق الخلائق ولا لأحد الكيد بما قدر فيكم وأنتم أجبوني بعافيتكم إن تحبون الجنة بنفسكم وخير ذلك لا يخرجكم الله من حساب الدنيا وفتنة الدنيا ومصيبتها ودخول الدنيا فيكم ومن مات قبل إتيانه فأحزبه الله في برزاق وفي آخرته أدخل الله النار به ومن لم يؤمن بهذه فلنفسه لأن هذا الخول لا يأتي خلل يا أيها قومي كل من خسر فيكم هنا وفي أخرى فاعلم أني محمد المهدي لم أحب ذلك ما فيه وأنت فاعلم أني قلت لك ومن يخدر الله بخلمه ولكن إني لم يكسر له الحروف بل إن خليل الحروف لم يجيب الجهل بها فيكم لأن الحروف خليل ولكن إني محمد رسول الله المهدي قلت لكم ما فعل الله عني لأني قلت لكم إني محمد عبد الله يقين المبارك المهدي إني رسول الله فيكم وإني محمد رسول الله وإني قاتم النبيين في الدنيا وإمام المرسلين في الآخرة حتى أنكم تسمعون ذلك وتعرفونه كما قلت لكم وذلك كفى علامة مني يا أيها علماء العروف فاعلموا لو كان الفضائل في القراءة لجعل الله القراءة كلها في محمد رسول الله يا أيها علماء العروف فاعلموا أن رسول الله ما كان في طريق الأول عالم الفروق
وليس لشيء منه في القرآن ولا علم الفروق وفي تاريخ الشان خلال الحروف أتاهم عليهم ذلك بحلامة على كتابهم جاخرة يا أيها العلماء قوا أنفسكم بما أشرتم وجرى إلى عندي لأني لولا شخصي ما خلق له شيئا لأني لولا شخصي ما خلق له شيئا لأني لولا شخصي ما خلق له شيئا وإن قلت لكم فاعلموا إن يريد عبد الله فعل شيء في حياته إن هو بلغ 56 سنة فعليه القيام بفعل ذلك وإني ولدت مع المئة الرابعة حتى بلغت عمري 56 سنة بعام وامسش يا أيها قومي إني محمد رسول الله يا أيها قومي إني محمد رسول الله يا أيها قومي إني محمد رسول الله قلت لكم ومن رجع محمد المهدي خير محمد رسول الله فاعلم أنت جاهل وإن لم تخرج من الجهل فله نار أبدا ومن علم المهدي الآخرة إن الله خير شخص أو يرجو المهدي الآخر إن الله خير شخص فاعلم أنت خاسر أبدا في الدنيا وخرت نفسه وفي الآخرة لأن الفعل والكيد ليس لأحد سوى رب سوى خاجر الأمور ومن لم يتقه فاعلم ليس له خير رب الخير وهو العزيز الجبار وهو خالق السماوات والأرض وما بينهما بخير يوم وهو رب المشرق والمغرب ولا لأحد كيد المغرب ما قدر منه وهو الذي خلق خلائق بخير قديس ثم يفعل ما يشاء في كل شخص بلا كيد ثم أمركم بالعبادات وقال لكم إني رب العالمين وخالق الخلائق ولا خلقتهم إلى أن يعبدوني وهم لا يعبدوني إلا وأنتم مسلمون إن المسلم هو الوسيلة على رسول الله وإني آتي في حرب الدنيا بآخر زمان لأفنيت الدنيا وإني آتي في حرب الدنيا بآخر زمان لأفنيت الدنيا وإني آتي في حرب الدنيا بآخر زمان لأفنيت الدنيا وإني آتي في حرب الدنيا بآخر زمان لأفنيت الدنيا يا أيها الناس إني محمد المهدي قلت لكم من علم بنفسي أنه ما خلقت نفسه ولا أنت خلقت الدنيا فعليك خيفتك خالقك وعبادته لأنه هو الله لا إله إلا الله رب المشرق والمغرب وجميع ما فيها وهو رب العرش العظيم والكرسي والحسن وما أكبرها من أسيم وما أفاه من الحسن ولا يخلق ما لا تعلمون وإني محمد رسول الله المهدي علمني الله ما لم يعلم الناس أبدا وإن أنتم آمنتم بما قلت لكم فلتأتوا عندي قبل قيامتي وإن لم تؤمنوا بها فاعلموا أنكم تريدون الخسارة الدارين لأنكم لو تريدون الجنة لترون بيني ونصارى وكيدهم وخدرتهم وجماعتهم وخبائثهم كلهم ولا جعلني في بطنهم وهم يحلمونني ولا شقت لجعلهم أو كعصف مأكول أو يتوب صريحا كما شاءني وهو خير لمن آمنه منهم وخير ذلك لشر لمن كفر بي يا أيها قوم فاعلموا أن أمره ليس بفعل ولا هم يفعلون بها ولكن أنا وأنتم سواء فيها يا أيها قوم ألم تروا كيف نجاني الله وإني واحد في الدنيا وخليل العروف وإني واحد في الدنيا وخليل العروف وليس لي إخوة وما لي عاقبة حتى كل من مهنا فترك إخوتك لإبائي أبدا وذلك كان عميما في حرب الدنيا وهذا كفى في الكفار والمشركين ثم المنافقين وجميع من يدعى الإيمان في نفسه ضرا كانوا في كيد لفساد أمره والله أبى جهرا حتى إني جلست كما شئت وفعلت جميع ما أريد ولا أخرج من العدم والهموم وجميع ضرري وكيدي وجعل شخصي واحدا في دنيا 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 وحفظني ثم وحب للقدرة التي لم تكن في الدنيا وسعادة الآخرة التي لم تكن في أحد من الدنيا إلى الآخرة ثم وهب للقدرة التي لم تكن في الدنيا وسعادة الآخرة التي لم تكن في أحد من الدنيا إلى الآخرة يا أيها قوم إني محمد رسول الله المهدي
يا أيها قومي إني محمد رسول الله المهدي يا أيها قومي إني محمد رسول الله المهدي قلت لكم ومن أمي منكم حتى لم ير صفته فليسأل بين وبين أهل زماني فعلم أن الشخص واحد في الدنيا وليس لي من نصر بشيء على جميع الخلائق ولا يحدي الكيد وجميع فعلي وهو تدني حيث كان ثم حفظني حتى إني وآلي وصحبي لا أحدنا نجاتنا في وقت دهوتي وقبلها في جميع الخلائق وهذا كفى علامة بما أقول لكم في هذه ومن لم يكفي ذلك حتى أنت لم تأتي فلا تلوم أحدا خير نفسك إن محمد المهدي قدر الله في دعوته لم يترك أحدا في خلق الله ولا تجمع أحدا بأحد لأن كل شخص له فعله ولا يخزل فعله أحد إلا أحد إلا من محمد رسول الله وهم يجازهم الله بدرجة محمد رسول الله وخيرهم يجازهم الله بفعلهم إن الذين يرون النبي الله ثم كفروا فلهم خزام وعذاب وأما الذين جاهلون أن محمد المهدي هو محمد رسول الله إني محمد رسول الله سألتكم بأي شيء أشرتم بذلك في بعد قول محمد رسول الله لا نبي بعدي وإيسى نبي رسول وهو علمتم الدنيا أنه سوف يأتي جهرا بعد ظهور محمد المهدي ومن جعل هذه فلينظر المنازل بذلك وعلمت أن محمدا رسول الله له علم ذلك وعلم خيره وهو ليس له جهل الدنيا والآخرة ومن لم يحرف ذلك فلينظر درجة محمد المهدي فوق الأرض وخبة المهدي وما بين محمد رسول الله في الطريق الأول وقوله في الدنيا لأنه قلت لا نبي بعدي وإذا كان يرجيه في الدنيا وذلك علمه الله الدنيا كلهم بعد علم رسول الله ليعلم الله ذلك وهو علم الناس أن محمد رسول الله ليرجح الدنيا قبل أن يأتي عيسى ابن مريم لأن محمد رسول الله يقصد عيسى ابن مريم بسالمه وإن لم تعلموا سالم عيسى هي دين نصارى وذلك ظلم من شخص عيسى ابن مريم وذلك ظلم على عيسى ابن مريم ولا يجب حتى ذنب المرسل في أحد خير محمد رسول الله وذلك كان في خدمة محمد رسول الله وذلك كان في خدمته 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 محمد رسول الله وذلك كان في خدمة محمد رسول الله وأبلاه ذنوب المرسلين في يوم القيامة ويحصل ذنوب المرسل لا يجب على أحد سوى محمد رسول الله أما محمد رسول الله لقد باقي في طريق الأول وإن لم تعرفوا ذلك فاعلموا لولا محمد رسول الله ما خلق الله شيئا وأما محمد يأتي في طريق الأول والناس لا يعلمونه ولا هو يبلغ درجته في الدنيا والناس لا يعلمون ذلك وهو علم الله علما حسنا بها وعلمني الله يرجح عيسى في بطني لأني أغسله وذلك من خدمة في تاريخ شان عيسى لسالمه في آخر الدنيا لأني خاتم نبيين في الدنيا وإن أنتم لم تعرفوا أن محمد رسول الله هو المهدي إني محمد عبد الله يقين المبارك 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 المهدي سألتكم محمد المهدي أين هو المرسل في رسول الله أم عيسى ابن مريم لم يكن مرسل الله حتى هم يسمعون قول محمد رسول الله لا نبي بعدي وأنتم لا تعرفون إن أنتم تعلمون يدعو عيسى إلى الدنيا في آخر زمان أخرى محمد رسول الله وأنتم عليكم علم أن محمد رسول الله علمه الله وما لم يعلمكم ثم أنتم عالمون لولا يلقه محمد رسول الله لم يقل لا نبي بعدي لأنه علم يدعو عيسى عند ربه يا أيها قوم لا تجهلوني لأنكم أن تجهلوني لكنتم من الخاسرين وأما من قدر زمان محمد رسول الله وكفر به لكان من الخاسرين وذلك خاسر عليم وشديد العقاب ومن لم تنل كيد الآخر شيئا فلتنظر نفسه في النار وهذا كفى لمن يريد نجاة في نفسه
وما الذين يفعلون الخسارة لمع الكافرين والمشركين والمنافقين ونسائهم سواء لأنهم يفعلون فعل الخسارة أبدا ولا فوز لمن كفر بمحمد رسول الله ومن كفر بطريق الآخر ومن آخر الكفر والذين كفروا بما خطر الله سواء في داخل النار والذين كفروا بما خطر الله سواء في داخل النار والذين كفروا بما خطر الله سواء في داخل النار ومن يسمع دعوة المرسل لله ولم تجبه أنت كان في قلامة شقاوتي ومن مات بقلامة شقاوتي فسوف تعلم أنك ظلمت نفسك لأن ربي مساوٍ من كان في النار ومن كان في الجنة أي كان عبدا فلله يا أيها قومي أجيبوا دعوتي لربكم 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 لأنه خلقكم لنفسه وأنتم فاعلموا ما لكم رب خير الله وهو يهديكم ومن آمن بالله فليؤمن هذه لأنكم علمتم لا محب لنفسي منكم وذلك علامة فيما قلت لكم بنفسي ولا أنتم نلتم خضرة ولا كيد لكم في أمري إلا وأنتم تقولون كلام الفساد فقط وكلام الفساد وفعله وكيدهم لم يحصل في محمد رسول الله شيئا في زاخر وباطن ولكن كل عدو لرسول الله لا عدو إلى نفسك ولكن كل عدو لرسول الله لا عدو إلى لنفسك ولكن كل عدو لرسول الله لا عدو إلا لنفسك وشخص محمد رسول الله المهدي في طريق الأول وطريق هذه لا فعل ولا شيء له ولا قوة إلا ما فعل الله بها لأن محمد رسول الله ومحمد المهدي واحد هو لم يفعل خبائش على أحد ولا هو يقول لأحد كلام الفساد ولكن من أبى محمدا لم ترى شيئا منه بربه ما جعله عدوا ولكن محمد رسول الله خلقه الله بخلق عظيم وجعل ساسه خزينا وكمل ساته ولا خلقني بخلق عظيم وبكمال وحسن من شخصي وفعلي وقولي ولا خلقني بخلق حسين وبكمال وحسن من شخصي وفعلي وقولي من أبى ذلك فما أبى شخصي ولكن أنت أبيت فعل الله ومن أبى فعل الله حتى كفر بمحمد رسول الله لاتباعه من نفسه حتى أنت تترك ما أمر به الله من العبادات التي خطر الله فيكم فاعلم لا لك كيد ولا ما خلائق إلا ليعبدوا الله ومن يخرج بهذه فسوف تعلم أن العبد والعبادة لله ولا لحد رب خير الله يا أيها قومي محمد عبد الله اليقين المبارك المهدي يا أيها قومي إن محمد عبد الله اليقين المبارك المهدي يا أيها قومي إن محمد عبد الله اليقين المبارك المهدي قلت لكم أن هذا الكتاب هو الفرقان العظيم وهو كتاب محمد رسول الله وأما القرآن المجيد هو كتاب الله العزيز الحكيم يا أيها قومي إن محمد عبد الله اليقين المبارك المهدي قلت لكم لا تجهلوني لأنكم أن تجهلوني لكنتم من الخاسرين لأن رسول الله فيكم وإني خاتم النبيين في الدنيا وإمام المرسلين في الآخرة ولا لكم رسول آخر خير رسول الله وإن أنتم أبيتم فأبيتم رب العالمين ولا أنتم تنالون رب خير الله ولا وخلق خلائقي لشخص محمد رسول الله وهو محمد المهدي ومن لم يؤمن بهذا فله الخسارة لأنك يا كافر ليس لك إلا خير الله ولا رسول لك سوى محمد رسول الله وهو محمد المهدي وذاك هو خاتم النبيين في آخر الدنيا وإمام المرسلين حدا وذلك الفعل لم يكن بفعل الناس ولكن ولكن الله فعل ذلك على عبده ورسوله ومن أبى أو كفر به فالخسران له ومن تكبر الإجابة أو خفت الكفار حتى يجيه فيه جلس سوف تندم مع الخاسرين في الدنيا والآخرة ومن خسر في رسوله ومن خسر في الله ورسوله ودخل عدم لنفسه في الدنيا والآخرة يا أيها قوم إن محمد رسول الله المهدي قلت لكم نفسي وكتبت لكم ما عندي فيما قدر الله مني وأنتم إن لم تؤمنوا ما قلت لكم فاعلموا بربنا سألكم العدم
لأن إني محمد رسول الله وإني خاتم النبيين في الدنيا وإمام المرسلين في الآخرة وإني محمد المهدي وإني صاحب الناس والكتاب الذي اسمه الفلك المصحون وهو فلك المخزون وهذا هو في الله ومن رآني أو قدر هذا زماني أو سمعت بي ثم كفرت بي فاعلم كل ما أخذت باطلة ومن كفر بي حتى أنت لم تبايع بنفسك وأولادك ومالك مالي إلا وأنت تخرج بهالي لكفر أو إباء أو جهل أو تكبر حتى أنت خفت خير الله باتباع رسول الله وأنت لم تتبه صالحا فعلم أنت خاسر أبدا يا أيها قوم كل من أخذ شيئا أتى دعاك رسول الله فأنت أبيت فقد سلمت نفسك لأنك ليس لك رب خير رب العالمين ولا يسر لك خيار العالمين يا أيها قوم فاعلموا كل من خسر بذلك البين فلا فوز أبدا لك وبسبب هذا يكتبون لكم هذا الكتاب والكتاب هذا فيه أمر عظيم وعلم عميم لأنه هو فلك المصحون وهو فلك المحصون لأنه فيه القرآن المجيد كلام الله الكريم وفرقان عظيم كلام محمد رسول الله المهدي ومدحه في خدمة أحمد بامبا يا أيها الرسول كل من قدر زماني ثم كفر بي حتى أنت تخرج برد الكتاب هذا فأنت لا تلوم أحدا خير نفسه لأن هذا الأمر هو أمر مبين وحال عظيم معلم بجميع الدنيا قبل أن يأتيها حتى علم الله كله من الخلائق ليعلمكم بألم من كفر له لأنه محمد رسول الله وهو من لولاه ما خلق له شيئا وهو محب ربه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جعلنا السنة والقمر وعلينا يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم يا ربي اجعلنا من صالحا مؤمنا دائما إلى الجنة وأبنا منه خاشعا سجدا جاهدا وحده منه قوة مبلدا مؤمنا مسلما ومسلمة خاشعا دين الله عامل دين رسول الله وتابع الهدى رب خدناه حتى بك ربي يا خالد الدعاء أقبل الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عافينا خافينا خبيرنا كل من تخلق أن تروح بنا برك رسول الله.